طبعا يغسل هذا الصيخ غسلا جيدا من الشوائب ومن الصدى ومن بداية استخدام هذا الصيخ للعلاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك علاج بدايته من اليمن قبل عقود من الزمن، وهو الماء المطفي. والماء المطفي هو أن تسخن حديدة لمدة 5 دقائق، ثم توضع داخل الكوب الذي به الماء حتى تطفى جمرة هذه الحديد. والهدف من هذا الماء الذي يشرب منه بعد تسخن وتوضع في هذا الماء يسمى الماء المطفي. له فوائد كثيرة جدا، منها القوة الجنسية، وكذلك الحمى، وكذلك علاج أمراض البطن بصفة عامة بأنواعه وأشكاله، كذلك أمراض الرأس من الصداع ومن الشقيقة ومن الأمراض الأخرى في الرأس. له أيضا علاج لمن به عين أو حسد أو سحر. نسأل الله أن يشفي كل مريض، إنما هذا سبب، والشافي هو الله والمعافي هو الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بعد ذلك أضعه في كوب ماء، ننزع صيخ الحديد ثم نتركه حتى يفتر، يصير دافي، يخف حرارته بعد حرارة الصيخ، ثم يسمي بالله ويشربه. نسأل الله أن يشفي كل مريض. إنما هذه أسباب، هو والزيت والمسك وجميع المستلزمات التي يستخدمها الإنسان للعين وللحسد وللسحر، كلها أسباب، حتى للأمراض الجسدية كلها أسباب. إنما الشافي هو الله والمعافي هو الله. عافاكم الله جميعا. أخوكم علي بن مضحك، 26/1/1445.